حسناً، دعونا نغوص مباشرة في هذا الشرح التحليلي. نحن هنا لنسلط الضوء على الزلزال الأخير الذي ضرب الأوساط الرياضية والإدارية في الجزائر. ما سنقوم به ليس مجرد سرد عادي للأخبار إطلاقاً، بل هو تفكيك دقيق وعميق للآليات القانونية الصارمة التي تعمل في الكواليس. إن فهم كيفية تحرك آلة الدولة للتعامل مع الجرائم المالية المعقدة هو أمر بالغ الأهمية، وسنستكشف معاً كيف تتقاطع هذه الأحداث الرياضية الكبرى مع التحليل الأكاديمي والقانوني المنهجي. خريطة طريقنا اليوم تمر عبر المحطات التالية: أولاً، الزلزال في كرة القدم الجزائرية. ثانياً، تعاقب الرؤساء. ثالثاً، طبيعة التهم. ثم ننتقل إلى آليات مكافحة الفساد وأساليب التحري، لنختتم بصلاحيات القضاء لنمضي قدماً. المحور الأول: زلزال في كرة القدم الجزائرية وصدمات قضائية غير مسبوقة. وهنا يبرز سؤال جوهري يطرح نفسه بقوة: كيف وجد 3 رؤساء متعاقبين لاتحاد كرة القدم أنفسهم فجأة تحت المجهر يواجهون تدقيقاً قضائياً بهذا الحجم؟ بطبيعة الحال من المهم جداً أن نؤكد التزامنا بالحياد التام والموضوعية المطلقة، فالأمر برمته لا يزال قيد التحقيق المفتوح، ونحن هنا لنفهم الآلية القانونية فقط. لكن لنتوقف قليلاً عند هذا الرقم: 60. نعم، 60 شخصاً خضعوا للتحقيق القضائي في ملف واحد فقط، وهو ملف شركة التبريد الحكومية المتعارف عليها باسم فريغو ميديات. هذا الرقم الهائل يعكس بصراحة مدى اتساع دائرة التدقيق وعمق التحريات لجمع الأدلة حول آليات التسيير والإنفاق. إنه ليس مجرد تدقيق روتيني بأي حال من الأحوال. ننتقل الآن إلى المحور الثاني: تعاقب الرؤساء تحت المجهر والتسلسل الزمني للقيادات. لقد شهدنا تغييراً متسارعاً في القيادة. بدأ الأمر بخير الدين زاتشي بين عامي 2017 و2021، ثم شرف الدين عمارة لعام واحد، ليليه جهيد زفيزف الذي استقال في 2023، وصولاً إلى الرئيس الحالي وليد صادي. المثير هنا أن صادي وفور توليه المنصب باشر بإجراء تدقيق ماني شامل، وهذا التدقيق بالضبط هو ما أطلق شرارة هذه التحقيقات القضائية الواسعة لفترة التسيير السابقة. المحور الثالث يركز على طبيعة التهم، أو لنقل المسارين المختلفين للتجاوزات المزعومة. النقطة الحاسمة التي يجب استيعابها هنا هي التمييز الصارم بين الفشل الإداري في قطاع الرياضة والجرائم المالية للشركات. فمن جهة، في الإدارة الرياضية تتحدث التقارير عن تضخيم فواتير الفنادق خلال بطولات كبرى كبطولة الشان وكأس أفريقيا تحت 17 عاماً، وتقديم منح بالعملة الصعبة دون وجه حق. ومن جهة أخرى، في إدارة الشركة الحكومية نتحدث عن ادعاءات بفساد مالي أعمق وتبديد لأموال الخزينة واستغلال صريح للوظيفة. مساران مختلفان لكنهما تحت نفس العدسة. اللافت للانتباه في المنطق القانوني هنا هو أن الاتهامات لا تقتصر فقط على من أبرم تلك العقود المخالفة، بل تمتد لتطال الإدارات اللاحقة. لماذا؟ ببساطة بسبب عدم فسخها لتلك العقود المشبوهة. هذا يعني أن المسؤولية القانونية لا تسقط بمجرد مغادرة المسؤول، بل تستمر بفعل الآثار المترتبة على قرارات سريت في الماضي وتركت دون معالجة. المحور الرابع: آليات مكافحة الفساد الإداري والمنعطف القانوني الحاسم. لفهم كيف تتعامل الدولة مع كل هذا، يجب أن ننظر إلى الأساس: القانون 0601. هذا هو حجر الزاوية والتشريع الجزائري المخصص للوقاية من الفساد ومكافحته. لقد مثل هذا القانون قفزة نوعية حقيقية لتأسيس قواعد واضحة للشفافية والمساءلة. وهنا تبرز القوة الضاربة التي خلقها هذا القانون: الديوان المركزي لقمع الفساد. نحن نتحدث عن هيئة رسمية متخصصة ومكلفة حصرياً بالبحث والتحري في جرائم الفساد. هذا يمثل تحولاً جذرياً نحو التخصص المؤسسي، بدلاً من الاعتماد فقط على أجهزة الشرطة التقليدية. وتكتمل هذه المنظومة بالقطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي في محكمة سيدي محمد. الجرائم المالية الحديثة معقدة جداً، وتتطلب قضاة يفهمون لغة الأرقام والبيانات الاقتصادية الكثيفة. هذا القطب المتخصص هو الجهة التي تولت زمام الأمور وأصدرت أوامر الإيداع رهن الحبس المؤقت، مما يثبت جاهزيته للتعامل مع ملفات عالية الحساسية والمخاطر.
المحور الخامس: تقنيات التحقيق والمتابعة القضائية، وكيف يتم تحديث أدوات الملاحقة؟ كيف يمكن الإيقاع بمجرمي مال محترفين في التخفي؟ حسناً، المادة 56 توفر الحلول عبر أدوات استقصائية حديثة ومذهلة. نتحدث عن الترصد الإلكتروني، تقنية الاختراق والتسرب، والتسليم المراقب للعائدات. إنها قفزة هائلة في كيفية جمع القضاء لأدلة لا يمكن دحضها. لنفكر في الأمر هكذا: التحقيقات التقليدية التي تعتمد على الأوراق والشهود قد تصطدم بحائط مسدود أمام فساد إداري منظم ومتعدد الطبقات. لذلك أصبحت تقنيات مثل التسرب ضرورية للغاية. تخيلوا أن يقوم ضابط شرطة بالتوغل حرفياً داخل منظمة ما ليعمل كأحد أفرادها ويكشف الرؤوس المدبرة والداعمين الماليين من الداخل. هذا يغير قواعد اللعبة تماماً. بالطبع، مع أدوات قوية كالترصد الإلكتروني واعتراض المكالمات يأتي قلق مشروع حول الحقوق، ولهذا يفرض القانون حواجز قضائية صارمة ومستمرة لمنع أي تعسف. كل خطوة تتطلب إذناً صريحاً ومكتوباً لضمان حماية حقوق الإنسان وحرمة الحياة الخاصة بشكل تام. المحور السادس والأخير: صلاحيات استثنائية للقضاء وإبطال عائدات الجريمة. المنطق هنا بسيط وصارم. النظام القانوني لا يريد فقط معاقبة المذنب، بل يريد استعادة أموال وموارد الدولة، ويبدأ ذلك بثلاث خطوات حاسمة. أولاً، تجميد الأصول. ثانياً، مصادرة العائدات بمجرد صدور الإدانة. وثالثاً وهو الأهم، إلغاء القانوني التام لأي عقود أو امتيازات فاسدة. وهذا يقودنا مباشرة إلى المادة 55. هذه المادة تمنح القاضي الجزائي قوة استثنائية للإعلان عن بطلان أي صفقة ناتجة عن ممارسات فاسدة وكأنها لم تكن يوماً. هل تذكرون العقود المشبوهة في بداية حديثنا والتي لم يتم فسخها؟ هذا هو بالضبط السلاح القانوني لتفكيكها من جذورها. الفلسفة وراء كل هذا يمكن تلخيصها في فكرة وحيدة: محاربة الفساد تتطلب حتماً نظاماً قضائياً فعالاً يضمن مبدأ عدم الإفلات من العقاب. هذا هو الهدف الأسمى المحرك لكل هذه الإصلاحات. وكما يتردد في الأوساط القانونية، مكافحة الفساد تتطلب تزويد القضاء بصلاحيات استثنائية لضمان ألا يفلت أحد من المساءلة. بعض هذه الصلاحيات قد تبدو خارجة عن المألوف، لكنها ضرورية جداً بحجم خطورة تلك الجرائم وتأثيرها المدمر. في الختام، وبوجود هذه الأقطاب القضائية المتخصصة وتقنيات التتبع المتقدمة التي تعمل الآن بكامل طاقته، يتبقى لنا سؤال مفصلي: هل سيعيد هذا الإطار القانوني الشامل والمحكم تعريف مفهوم المساءلة في الإدارة العامة وقطاع الرياضة بشكل جذري ودائم؟ الأيام القادمة وما ستكشف عنه هذه التحقيقات ستقدم لنا الإجابة بكل تأكيد.